تحية طيبة لكم من السوق الجديد اليوم، أكبر سوق يعتبر في مدينة سبها طبعا، ومن أجمل الأسواق اللي يتوفر فيه كل شيء يعتبر وبأسعار أيضا مناسبة للجميع. فتلقى كل الناس من الصباح الباكر قاعدين في السوق يحاولوا يتسوقوا، اللي يبي خضرة واللي يبي ملابس واللي يبي طيور، وهالأمور هذه كل يعني أنت ما تفكر بدماغك موجود في سوق جديد يشوفوا في أمامكم الآن. في سوق الجديد اللي هو يوم الجمعة، الناس الآن كلها تجيب في منتجاتها يوم الجمعة، كل صباح يطلبوا في الرزق، دائما في بداية كل صباح جمعة يحاولوا يقدموا منتجات. بداية السوق صبح 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 صباح الخير، صبح صبح يا معلم، دينار ونص دينار ونص البطاطا يا معلم، صبح صباح الخير من غير ما يتكلم، ولما غنى الطير ضحك لنا وسلى. تفضل يا ابو العيلة، جرب يا ابو العيلة، جرب 5 دينار. يا فتاح يا كريم يا رزاق يا عليم، يلا يلا تفضل يا عينة، جرب يا ابو العيلة، جرب يا ابو العيلة، عكازيوني عكازيوني عكازيوني. السوق الجديد يعتمد على أكثر من حاجة للمبيع، يعني بيع في الخضرة بمختلف أنواعها زي البصل وأيضا الطماطم وكل ما لذ وطاب من مزارع الطازجة، يعني تجي دائما من المزرعة إلى السوق مباشرة إلى المستهلك وبأسعار يعني مناسبة للجميع يعني. ومن الأشياء الجميلة طبعا في السوق تلقى المرور ينظم في حركة السير، لأن الوقت هذا يكون زاحم، وتلقى فيه الكثير من السيارات الشرطة والمرور ينظموا في حركة السير لكي يعني يسهلوا الحركة ما بين المواطنين، وأيضا لكل الناس اللي قاصدين التسوق في هذا اليوم يعني يوم الجمعة. وين الفلاح؟ وين الفلاح؟ 5 ب5 اليوم صرحنا الشتلة ب5، المانجا ب5 بطاطا دينار ونص يا ابو العيلة، جربوا جربوا. السوق الشعبي بالجديد طبعا المكان هذا جدا جميل. هم الآن في المكان غير المخصص للسوق، لكن بعد فترة حيتم افتتاح السوق الرسمي بإذن الله لتشوفوا فيه باللون الأزرق. تحية صباحية، أحلى تحية من سوق الخضرة الجديد. برويطة برويطة برويطة. الجهة هذه من السوق طبعا فيها الطيور والحيوانات بمختلف أنواعها. ومن الحاجات الجميلة في سوق الطيور يوجد مزاد على الطيور جدا جميل، يعني عجبني. شوف مزاد على حمامة. يربح ان شاء الله، يربح يا خالد، يربح يا خالد. 26 27 28 29 30 30 35 35 35 والله 35 35 35 لولا. موقع السوق طبعا قريب من شارع الذهب بالجديد، وأيضا في المنطقة الخلفية يعتبر من المدينة القديمة الجديد، وبجنب جامع الميدان يعتبر من الجوامع القديمة أيضا في المنطقة يعني. جمعة مباركة إن شاء الله على الشعب الليبي والأمة الإسلامية يا رب العالمين، ونتمنى لم الشمل وحنية الليبيين على بعضهم ولم شملهم مع بعضهم، والحمد لله الخير موجود ومتوفر، والأسعار في متناول الجميع. سوق الجديد الشعبي من الأماكن الجميلة جدا واللي تستحق الزيارة. مش ضروري انك تجي تشتري، لكن تجي تتدهور في جو وتشوف المزادات وتشوف الطيور وتشوف كل اللي يبيعوا كل اللي يبيعوا وعندهم معناها منتج او حاجه عارضينها على ساحه العرض.
في النهاية نحب نوجه تحية إلى كل من يعشق هذا المكان وإلى كل أهلنا في فزان. لا زالت فزان الأجمل بعيون أهلها وعشاق فزان.